هيرونيفر. حرف النهارده هو حرف النطق بتاعه د او ض، وبيتكتب او بيترسم بالطريقه دي. وهو رمز الايد، وبتتنطق د او ض، والترانسليتريشن بتاعها كان حرف الدي سمول. بيمثل في اللغه العربيه حرفين، مش حرف واحد، حرف الدال او حرف الضاد. وزي ما احنا عارفين، احنا مش عارفين بالظبط هل المصري القديم كان بينطقها دي ولا بينطقها تقيله ضا. بس احنا عارفين اللي هو كان بيتنطق في حاجه قريبه من الاتنين دول. طيب في خط فيلو احنا عملنا ايه عشان خاطر نعمل الاتنين؟ احنا فرقنا ما بين الاتنين، رسمنا نفس الرسمة بس بفرق صغير جدا، فرقنا ما بين النطقين الصوتيين. طيب عملنا ايه؟ هنرسم نفس الايد عادي جدا اهو. هنعمل هنا صباع صغير كده، وده بقى حرف الدال. طب لو عايزين نعمل حرف الضاد او ده بقى نطق الدال، ولو عايزين بقى نعمل نطق الضاد هنعمل نفس الرسمة بالظبط، مفيش اي حاجة خالص، بس اختلاف بسيط صغير خالص، هنحط نقطة هنا في النص كده، بقى عندنا نطق الضا، وهنا بقى عندنا نطق الدال. حتى لو تلاحظ هتلاقي ان هما الاتنين شبه الحرفين اللي في اللغة العربية، يعني الدال هنا شبه الدال الموصولة اللي في اللغة العربية لو رسمت دال موصولة، والضاد هنا شبه الضاد برضو الموصولة اللي في اللغة العربية. فالاتنين شبه بعض عشان خاطر ده شبه الايد وفي نفس الوقت شبه الدال، فانت هتعرف كده النطق. فبالتالي اول ما هتشوف الرمز ده في اي كتابه هولوغريفي، اي كتاب ميدونيتر بالخط الهولوغريفي، هتعرف على طول ان ده بيتنطق دي او ضا. طب لو احنا عايزين خط ارفع اهو، عادي جدا، هترسم الايد، تروح عامل كده، هتروح عامل كده، ده حرف الدال. طب لو عايزين نرسم حرف الضا، هترسم الايد، تروح عامل كده، وهتحط هنا نقطه. طب لو عايزين خط ارفع اهو، القلم اللي احنا بنستخدمه كل يوم في الكتابة العادية، هنرسم الايد، ده حرف الدال. عايزين نرسم حرف الضاء اهو، نرسم الايد وهنحط نقطة، بقى عندنا حرف الضاء. طب لو احنا عايزين نكون جملة بقى، لو انتوا فاكرين الحروف اللي احنا خدناها قبل كده، فمثلا عايزين نكون كلمة ضابط. طبعا احنا عارفين اللغة المصرية القديمة ما كناش، احنا مش عارفين الحرف ده بيتنطق ت ولا طا، بس احنا بنستخدمه الاتنين، فعشان كده ده اللي هنستخدمه في الجملة دي. فمثلا لو احنا عايزين نكتب كلمة ضابط، فهتبقى ادي حرف الضاء او نطق الضاء، وادي نطق الالف، وادي نطق الب، وادي نطق الت. فبقى عندنا كده كلمة ضابط. طب لو احنا مثلا عايزين كلمة خد، واحنا لسه واخدين حرف الخ من قريب، فهتبقى ادي حرف الخ، وادي حرف الدال. بس وده كان حرف النهارده، او حرفين النهارده، او نطقين النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد، وتكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. اياو ما كي ام حوتب.